السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات مطبخ وأفكار لمياء. اليوم راح نحضر معكم لابيري بطريقة سهلة وسريعة، والنتيجة راح نتحصلوا على طبق لذيذ ولا أروع. تبعوني وشوفوا معايا مراحل التحضير على بركة الله. عندي حبة بصل حجم كبير مع 150 غرام لحم مقطعين صغار. ضفت معاهم مغرف كبيرة طماطم معلبة مع مغرف صغيرة ملح، نصف مغرف صغيرة كمون، نفس الكمية كركم، كزبرة وفلفل كحل. نزيد 4 مغارف كبار زيت نباتي، نديرهم على النار يتقلاو حتى نشوف اللحم والبصل نتاعي دبالو دخلهم الطياب. نمرق عليهم نغطيهم ونخليهم يطيبوا. ونقولكم اللي دخلوا اول مره لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنسوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. وهنا بعد نصف ساعة تقريبا المرق نتاعي راه جاهز، اللحم والبصل طابوا. نطفي عليهم ونروحوا مباشرة باش نحضروا البطاطا تاعنا. درت كيلو ونصف كيلو بطاطا، غسلتهم مليح، قشرتهم قطعتهم صغار، ضفت عليهم الماء وشوية ملح، غليتهم. كي شفت البطاطا تاعي طابت صفيتها من الماء اللي فيها، وغير بالشوكة ضغطت عليها وضفت عليها 2 كيسان حليب مع مغرف كبيرة زبدة كما راكم تشوفوا على النار حتى تشربت البطاطا تاعي كامل الحليب اللي فيها. ونرجع ونقول لكم اللي دخلوا اول مره لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنسوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ومتابعي الافاضل اشكركم على تعليقاتكم الجميله المشجعه، ودمتم معي اوفياء ان شاء الله. ونرجع ونكمل معكم وصفه اليوم. كما راكم تشوفوا درت لابيري في صحن التقديم، شكلت حفره في الوسط، هذيك الحفرة نعمرها بلاصوص أو المرق اللي كنت حضرته معاكم في بداية الفيديو. أنا هنا أعطيتكم فكرة صغيرة على كيفية تقديم هذا الطبق، وتبقى كل سيدة عندها لمستها الخاصة في تقديم أطباقها. وهنا نكون وصلت معكم لنهاية هذه الوصفة، ما بقى لي غير نقول لكم للفيديو الجاي مع وصفة جديدة. نخليكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.